سبتها عجز. ما انا ما كنتش عارف برضه انا هصرف على نفسي ولا هصرف على اهلي، ولا هحوش تمن الشقه يعني. ما برضه مرتبي مش هيكفي يعني. هي الدنيا وحشه قوي يا صاحبي والله العظيم. انت لازم تعيش معاها بقى زي ما هي موجوده كده وتتاقلم مع الوضع اللي موجود. انا عايز اقول لك بقى بعد كل ده بقى في الاخر بعد ما سبتها قالت ان انا كنت بلعب بيها. والله يا صاحبي ما بقتش تفرق. انا بس اللي مزعلني ان مفيش حد بيقدر تعبك ده، وكله فاكر انك انت مكنه ما بتعطلش، ولو عطلت يبقى ازاي؟ ما انت مش شايف شغلك. في الاخر بيقول لك انتوا جيل متدلع. ماشي يا عم بقى، العمر قدامك طويل لسه بقى، ولسه هتجرب حاجات كتيره يا معلم. المهم ما تقفش على حاجه واحده بس، اهم حاجه انك تكمل يا صاحبي. انت فكرك يعني عشان اكمل دي مش محتاجه مصاريف؟ ده انا كده وما كلمتكش على مصاريف الدراسه والمواصلات والكتب اللي هي اساسا قبضي، والواحد مش عايز يتكلم والله يا عم. والله يا صاحبي مفيش احسن من